طيب يعني هبتدي مع نجيب يعني الشكل الهجومي للاربع فرق، ولكن هبتدي بالترجي والوداد، ويمكن الفرقتين هخص اكتر الوداد لان الشكل الهجومي او طريقه لعب الوداد مختلفه شويه عن الترجي. فايه اللي يميز الترجي عن الوداد في المباراه القادمه؟ بص يا يحيى، لو قلنا اتكلمنا في الاول على شويه ارقام كده تخص الفريقين، يمكن الوداد في المباراتين الدور الاول قدر انه يوصل لمرمى منافسيه 23 مره. الترجي وصل 20 مره. انا عشان اشرح لك بس الفريقين قريبين من بعض قد ايه، بصرف النظر شويه خليني اركن على جنب شويه مستوى المنافس. ده واجه انيمبا وده واجه مازيمبي، ده كان في اسهل مباراه وده كان في اصعب مباراه، بس خلينا نتكلم عن القوه الهجوميه للفريقين. 23 مره للوداد، 20 مره للترجي. الوداد عنده 9 اون تارجت او 9 محاولات صحيحه، الترجي عنده 10 محاولات صحيحه. الوداد سجل 4 اهداف، الترجي سجل 3. الاهداف المتوقعه 5.8 للوداد، 4.9 للترجي. فاذا احنا قصاد فريقين ومواجهه متكافئه جدا 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 داخل الملعب. طيب الامور الفنيه، حقيقه اهم ما يميز الوداد هجوميا هم مدافعيه. تاني عشان الجمله قد تبدو صعبه على البعض يعني. اهم ما يميز الوداد هجوميا هم مدافعيه. لو بدانا باستعراض الحالات بتاعه الوداد، الكليبات اللي موجوده معانا بتاعه الوداد. الوداد على سبيل المثال الحاله اللي قدر ضربه الجزاء اللي اخذها امام انيمبا، مين بطل الاول؟ لا دي المباراه العوده. لو رحنا لمباراه الذهاب يا جماعه بعد اذنكم يعني، لو رحنا لمباراه الذهاب الاول وبعدين هنيجي لمباراه العوده عشان كان في تدرج في المستوى ما بين المباراتين لنادي الوداد المغربي. الحاله الاولى اللي كانت تخص الوداد في مباراه الذهاب، ادي الحاله. بص لحظه واحده ونقف يا جماعه. مين اللي عليه الهايلايت ده؟ نرجع فريم بعد اذنكم. مين اللي عليه الهايلايت ده؟ هو الراجل رقم 22 الباك رايت ايوب العملود، موجود في عمق الملعب. الكره دي في الدقيقه 11 و49 ثانيه نمشي نفس الكره اللي في الدقيقه 37 هتيجي منها ركله الجزاء. الراجل بينطلق في عمق دفاع المنافس علشان يستلم الكره. المره دي لحقوا الظهير وقدروا انه ياخد الكره منه، ما قدرش انه يكمل طريقه للمرمى. كره ثانيه، كره بتطلع ليحيى عطيه الله وبتطلع الجناح اللي عليه الهايلايت ده برده ايوب العملود. بص سايب الباك مكان الباك رايت وداخل لعمق منطقه الجزاء اقرب ما يكون لمهاجم تاني. هنمشي الكره، نمشي الحاله عادي جدا. الكره هتلف وهترفع وهترجع وهتروح وهتيجي، وفي النهايه اللي هيفنش الهجمه هو ايوب العملود. الراجل هيرتقي وهيلعب كره بضربه راس، او هيكمل. دي مش هي دي اللي بقى واحده كمان يعني، هيلعبها بضربه راس. كرات كلها مكرره. بعد كده في الحاله بتاعت ركله الجزاء اللي ايوب هيقدر انه ينطلق وياخد الكوره. الهجمه دي ضربه مرمى الوداد، بياخدها شرقي البحري، بتنزل الكره على الارض، بيبدا فريق نادي الوداد انه ينتشر بعرض الملعب بشكل مميز جدا. ده يحيى عطيه الله في صحيح. اقصى الملعب بيرفع الكره بالعرض، ده الظهير الايسر بيرفع الكره بالعرض وبياخدوا السكند بول. لو وقفنا لحظه واحده بس، فريم واحد ورا يكون في الظهير الايمن باين بعد اذنكم ايوب رقم 22. بس كده ايوب اول واحد هنا، هو ده اللي في طرف الشاشه عندنا ايوب ده، واللي في اقصى الشاشه هناك يحيى عطيه الله، والكره تمشي وايوب هو اللي هيفنش الهجمه بعد كده وهياخد ركله الجزاء. اتفضل كمل. وايوب هو بعد كده هيستلم الكره في عمق دفاع انيمبا وهياخد ركله الجزاء. الحقيقه تمكن كبير من لاعبي الوداد في ان هم ينتشروا بعرض وطول الملعب، تمكن كبير من لاعبي الوداد ان هم يفرضوا شخصيتهم ويفرضوا ستايلهم في اللعب ويفرضوا جمالهم الهجوميه واساليبهم والتكرار. احنا في 38 دقيقه او في 37 دقيقه من الشوط الاول امام انيمبا في ملعب انيمبا، الحاله اتكررت انا جايب 3 مرات، وكان في مرتين كمان ما جبناهمش عشان بس الوقت بتاعنا. نفس الحاله بتتكرر لحد ما قدروا يوصلوا وياخدوا منها ركله الجزاء ويقدروا ان هم يسجلوا منها الهدف الاول. قوه كبيره لايوب العملود. لو رحنا لمباراه العوده كمان قدروا يتفوقوا بثلاثيه في الشوط الاول. مين اللي سجل؟ ايوب العملود، يحيى عطيه الله، جمال حركاس. الظهيرين الايمن والايسر وقلب الدفاع. يمكن جمال سجل بركله ثابته، لكن ايوب سجل من كره ثانيه من ركله ثابته، ويحيى عطيه الله سجل من لعب مفتوح من عمق منطقه الجزاء، نفس المكان اللي ايوب العملود كان بيوصل له في مباراه الذهاب. دي الكره، ده الهدف الاول. كره اتلعبت ورد الثاني بره. بص بقى التمركز جوه منطقه الجزاء، كل المدافعين كل اللعيبه موجودين، رمي التماس، وبعد كده الكره القطريه هياخدها الراجل، وبعدين ايوب العملود على الامل بعيد وبيسجل. الهدف اللي هنستعرضه دلوقتي هنقف لحظه واحده بس يا جماعه بعد اذنكم، لحظه واحده. الخمسه اللي في منطقه الجزاء دول مين؟ قلبين الدفاع امين ابو الفتح وجمال حركاس، ايوب العملود الظهير الايمن، يحيى جبران الديفندر، والمهاجم شرقي البحري. ده الخماسي اللي موجود في منطقه الجزاء باستمرار. ويحيى عطيه الله بيلعب كل الضربات الثابته. لو في ماتش تاني بتلاقي في ملعب جنبهم جاي في ضربه ثابته، يحيى عطيه الله هيخرج يلعب الضربه الثابته، بيلعبها من اليمين، بيلعب من الشمال،
مونديالي حقيقه لاعب مونديالي فعلا. طبعاً. ضربه ركنيه ركله حره غير مباشره، فيحيى عطيه الله مميز جدا في التنفيذ. وبالتالي المجموعه اللي موجوده في ال 18 بيكونوا محظوظين ان اللي بيرسل الكوره كوره مقوسه، وهو سجل في الاهلي في مناسبه في النهائي السنه اللي فاتت. انا استغربت ان يحيى عطيه الله كمل مع الوداد السنه اللي فاتت. هو كان ماشي بس لا ما جالوش عقد يرضي طموحه، فرجع جد بعد كانوا انا ضموا صراحه توقعت ان الاهلي يفكر فيه. ضموا بالمناسبه الياس شتي، يعني كانوا ضموا الياس شتي استعدادا ان يحيى عطيه الله مشي خلاص، وفجاه دلوقتي يحيى جدد عقده ورجع، فالياس شتي بقى حبيس دكه البدلاء. دي واحده من المشاكل اللي موجوده في الوداد، وما اعتقدش ان الياس كمان يكمل بعد يناير. هيبقى صعب قوي انك تقعد احتياطي اللاعب بقيمه يحيى عطيه الله. الهدف الثالث لو هو بس اللي فاضل يا جماعه في الكليب بعد اذنكم، لو استعرضناه لعب مفتوح وهتفرج على يحيى عطيه الله بيسيب مركزه زي كظهير ايسر وبيدخل لعمق منطقه الجزاء وبيتبادل مركزه مع الجناح. بص الكره هنا، ده الجناح، ده بوسفيان، هشام بوسفيان، وهياخد كره، وده 14 ده يحيى عطيه الله. الكره هتجيله في عمق منطقه الجزاء، اقرب واحد للمهاجم لشرق البحر. حقيقه تميز كبير من الوداد، شخصيه جيده جدا. الوداد القرعه كان محظوظ عن طريق القرعه انه يواجه انيمبا الاضعف، ولكن الوداد فرض نفسه وفرض اسلوبه تماما. لم يتعرض لاختبار قوي، ولكنه كان اقرب لاستعراض قوه. الوداد استعرض قوته على انيمبا، تاكد انه متمكن من الجمل التكتيكيه اللي بيعملها وبينفذها. الترجي هيواجه خصم صعب، الوداد مميز في كل مراحل اللعب، بس شويه عندهم بعض المشاكل الدفاعيه ما ظهرتش امام انيمبا. هنشوف وضعها هيبقى ايه قدام الترجي. من كلامك